ازيك يا صاحبي؟ لما حد بيسمع كلمة برمجة لأول مرة، أول حاجة بتيجي في دماغه شاشات سوداء وأكواد ملهاش نهاية وهاكرز بيوصلوا لأي حاجة. بس في الحقيقة البرمجة مش كلها كده. النهاردة هنتكلم عن مجالات البرمجة المختلفة، سواء كنت بتحب التحليل أو الإبداع أو الألعاب، أو بس بتحب تشوف تطبيق شغال بسرعة، وهتعرف إيه المجال اللي يناسبك. أنا منار، موبايل آب ديفلوبر وده تك فيرس، ودي رابع حلقة من غير ولا سطر كود. ونبدأ بعام المجال اللي أول لما حد بيفكر في البرمجة بيجي في دماغه الهاكينج والهودي الأسود وجو المخاطرة ده. هوريك مجال أمن المعلومات بشكل ممكن ما تكونش فكرت فيه قبل كده، وإن الموضوع مش مقتصر على تهكير أكونت الكراش مثلا. طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلة دي تعدي على خير. السايبر سيكيورتي هو حماية لأي سيستم أو أي بيانات من الاختراق أو الاستغلال. يعني الشركات والبنوك والتطبيقات والمواقع، حتى موبايلك الشخصي، كل ده محتاج حد يحميه. طيب أنا أقدر أشتغل إيه من السايبر سيكيورتي؟ واحد، ال SOC Analyst، تمام، اختصار Security Operation Center Analyst. ببساطة هو الشخص اللي قاعد بيراقب السيستم 24 ساعة عشان يكتشف أي اختراق أو أي محاولة للهجوم أو أي سلوك مش طبيعي على الشبكة أو السيرفرات. يعني نقدر نقول هو خط الدفاع الأول في أي شركة ضد الهاكرز. Penetration Tester أو Ethical Hacker، يعني هو هاكر بس طيب حبتين، يعني بيعمل عملية الهاكينج لكن بطريقة قانونية وأخلاقية. ببساطة هو اللي بيختبر سيستم الشركة وتطبيقاتها عشان يلاقي الثغرات قبل ما الهاكرز الشريرين يلاقوها. امشي يلا، امشي غور، امشي يا ابني. Security Engineer وهو المسؤول عن تصميم وتنفيذ سياسات الأمن عشان الشركة تبقى محمية من أي تهديد. طيب بيعمل إيه فعليا؟ واحد بيصمم البنية التحتية الأمنية زي الفاير وول والVPN ونتورك سيجمنشن. تاني حاجة بيطبق سياسات الأمن زي الأكسس كنترول والداتا انكريبشن. تالت حاجة بيستجيب للهجمات، بيحلل الثغرات ويقفلها ويحدث الأنظمة. رابع حاجة بيتعاون مع الفرق التانية شبه الديف او بي اس والديفلوبرز والاس او سي تيم عشان تكون كل الأنظمة أمن من البداية. السايبر سيكيورتي مش مجال سهل ومش بتدخل فيه في شهرين وتشتغل. الموضوع محتاج صبر وأساس صح، بتتعلم حاجات شبه نتوركينج والأوبريتنج سيستم especially لينكس والبيسكس اوف بروجرامينج، وخصوصا لغة البرمجة بايثون. زمان لما كنا نسمع كلمة ال AI كان بيجي في دماغنا الروبوتات وأفلام الخيال العلمي. حاليا الموضوع مبقاش خيال علمي خالص، ده بقى موجود حوالينا كل يوم. الذكاء الاصطناعي ببساطة هو سيستم أو برنامج بيتعلم ويتصرف شبه الإنسان بالظبط. بيتعلم عن طريق البيانات. كل ما بنزوده بالبيانات كل ما بيقدر يتصرف بشكل ذكي شبه الإنسان. زي مواقع البحث، جوجل بيستخدم ال AI عشان يفهم قصدك ويوصلك لأفضل نتيجة. التوصيات، سبوتيفاي ويوتيوب ونتفليكس بيقترحوا لك أفلام وفيديوهات أو موسيقى على حسب ذوقك. الكتابة والمحادثة، تشات جي بي تي وجيميناي وبينج اي اي بيقدروا يكتبوا نصوص ويردوا على أسئلتك ويساعدوك في شغلك. الصور والفيديوهات، مواقع شبه ديل اي وميد جورني بتعمل صور بناء بس على وصفك مش أكتر. أول حاجة ماشين ليرنينج انجينير. مين ده؟ ده شخص بيبني موديلز بتتعلم من البيانات. يعني ايه؟ ولنفترض مثلا ان انا عندي برنامج بيقدر يفرق لي بين الحيوانات. يعني لو شاف القطة هيقول لك انها قطة، ولو شاف الكلب يقول لك لا دي مش قطة ده كلب. طب هو عارف منين يفرق بين الحيوانات؟ عن طريق البيانات. تخيل كده واحد انا قعدت قدامي وقلت له بص دي صورة القطة وده صورة الكلب، تمام؟ بعد كده لو هو شاف القطة أو شاف الكلب هيعرف الفرق بين الاتنين. فده بالظبط معنى كلمة موديل. موديل يعني حاجة أو سيستم بديله بيانات يتعلم منها، تمام؟ وبعد كده أنا بخليه هو اللي يتخذ القرار ويقول لي ده قطة ولا ده كلب ولا ده أي حيوان تاني. تاني حاجة هي الداتا ساينتست أو عالم البيانات. تمام، ده شخص بيقوم بتحليل كميات كبيرة جدا من البيانات، بناء عليها بقدر إن أنا أتخذ قرارات، أو ممكن إن أنا أستخدم البيانات دي في إن أنا أدخلها مع ال AI والماشين ليرنينج أو أبني بيها موديل. ال AI researcher ده شخص بيبحث وبيجرب أفكار جديدة في الذكاء الاصطناعي، موجود غالبا في الجامعات والشركات الكبيرة. ال AI الطلب عليه ضخم جدا وكل الشركات الكبيرة والصغيرة بقت محتاجاه دلوقتي. محتاج إنك تكون عندك صبر وكمان تعلم كويس للرياضيات والبرمجة. وكمان من أهم اللغات اللي هنستخدمها في ال AI هي البايثون باللايبراريز بتاعتها.
الجيمنج مش مجرد ناس قاعدة قدام الكمبيوتر وبيلعبوا ألعاب، المجال أكبر من كده بكتير، دي صناعة كاملة مليانة فرص عمل وتقنيات. طيب أنا إيه اللي ممكن أشتغله في الجيمنج؟ واحد، الجيم ديفلوبر أو بروجرامر، هو الشخص اللي بيبني اللعبة ذات نفسها، يعني المسؤول عن الميكانيك والفيزيكس والذكاء الاصطناعي داخل اللعبة وكمان الشبكات لو اللعبة أونلاين. ومن أهم اللغات المستخدمة هنا هي سي بلس بلس والسي شارب والبايثون، ومحركات الألعاب شبه اليونيتي والأنريل إنجن. طيب تاني حاجة هو الجيم ديزاينر، ده بيرسم تجربة اللاعب، يعني هو اللي بيرسم القصة وبيعملها بالمستويات الرسومات التحديات اللي بتبقى موجودة داخل اللعبة. الشغل ده أكتر إبداعي، محتاج تخيل كبير وفهم نفسيات اللاعبين. تالت حاجة هو ال 3D artist أو الأنيميتور، هو المسؤول عن تصميم الشخصيات والبيئة والحركة والمؤثرات البصرية داخل اللعبة. رابع حاجة التستر أو الجيم تستر، هو الشخص اللي بيجرب اللعبة قبل ما تنزل السوق عشان يكتشف الأخطاء والمشاكل اللي فيها. شغل مهم جدا لأن أي خطأ ممكن يضر بسمعة اللعبة. المجال مربح جدا لو عندك المهارة سواء في البرمجة أو التصميم أو حتى المحتوى، والمجال كمان كبير جدا، بيحتاج فريق كامل عشان اللعبة تنزل بشكل ممتاز، في دراسة وتخطيط وبرمجة وتصميم واختبارات وتحليل سلوك اللاعبين. لو بتحب تشوف نتيجة شغلك بسرعة ولو بتحب تبني مواقع ويتعامل معاها ناس حقيقيين فمجال الويب ديفلوبمنت مناسب ليك جدا. المجال مسؤول عن المواقع والمتاجر الإلكترونية والأنظمة الأونلاين. شغل الويب بيجمع بين الشكل والمنطق، بيخليك تشوف نتيجة شغلك قدامك. تقدر تشتغل من الويب. أول حاجة فرونت اند ديفلوبر، ده اللي بيصمم الواجهات اللي بيتعامل معاها المستخدم. تاني حاجة الباك اند ديفلوبر، ده اللي بيبني الخوادم وقواعد البيانات واللوجيك. تالت حاجة الفول ستاك ديفلوبر، ده شخص بيجمع بين الاتنين، التصميم والايه والباك. من التقنيات المهمة اللي لازم تتعلمها في مجال الويب هي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت وإطار عمل شبه React و Angular. طيب الموبايل اب هو اي برنامج او تطبيق بيشتغل على الموبايل او التابلت، يعني اي حاجه من اللي بنستخدمها يوميا شبه الانستجرام والتيك توك والواتساب وتطبيقات البنك. طيب من انواع الموبايل ابلكيشن هي اول حاجه النيتف ابس. النيتف ابس هي برامج معموله مخصوص عشان تشتغل على نظام تشغيل واحد، يا اما الاندرويد يا اما الاي او اس، بتكون سريعه جدا وادائها ممتاز. تاني حاجه الكروس بلاتفورم ابس، هي برامج بتشتغل على الاي او اس والاندرويد مع بعض بنفس الكود. ومن الأدوات اللي بنعمل بيها البرامج دي هي فلاتر أو رياكت نيتف، بتكون أسرع في التطوير جدا لأنك باستخدام كود واحد بس بتشغل البرنامج على أكتر من اوبريتنج سيستم. تالت حاجة الويب أبس، هي تطبيقات بتشتغل على المتصفح مش لازم تنزلها على الموبايل، شبه الجيميل. ودي كانت مجرد لمحة عن أهم مجالات البرمجة، بس ده مش كل حاجة. استنوني الحلقة الجاية بإذن الله هنتكلم عن مجالات تانية غريبة وممتعة. متنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.